عندك كلف في جسمك عايزة تشيليه مضايقك، كلف في الرقبة، في الوجه، في اي مكان، بقع بنية، اسمرار في بعض الاماكن. هنعمل النهاردة وصفة سهلة جدا بمكونات عندنا. مكون مشهور عندنا في المطبخ هنعمل بيه الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نشوف وصفتنا وطريقتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. اللي اول مرة يشوف القناة يا ريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس، ما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا هتشيل الكلف والبقع البنية اللي موجودة في جسمك. يلا بينا نشوف ايه هي مكونات وصفتنا وهنعملها ازاي. اول حاجة معانا هجيب حبة من البطاطس، ثمرة بطاطس، وابتدي اقشرها ونشوفها مع بعض. بعد ما قشرت البطاطسايه بتاعتي ببتدي بعد كده ابشرها بالمبشره بتاعتنا. بعد ما بشرت البطاطس جزء منها زي على حسب ما انتي بتحتاجي، بنبتدي بعد كده نصفي الميه بتاعتها. بحطها كده جوه مصفى صغيره، مصفى ضيقه، وابتدي اصفيها من الميه بتاعتها بالشوكة بتاعتنا، وابتدي اصفي البطاطس بتاعتنا من الميه. ودول الشوية اللي طلعولي بعد ما صفيت شوية البطاطس اللي انا كنت بشراهم. طبعا طلعوا قليلين علشان هما كمية قليلة، لكن لو هتعملي كمية كبيرة بتبشري البطاطس كلها. بعد كده بضيف معلقة من الحليب البودرة. لو كمية البطاطس اللي عملتيها كتير يبقى بتحطي معلقتين. ونبتدي نخلطهم مع بعض. ممكن نزودهم لو في مية بطاطس تاني بنزودهم، مفيش يبقى بمية عادية. طبعا البطاطس هنا فيها كمية نشا، النشا دي بتساعد على شد البشرة بتاعتنا وكمان تفتحها وإزالة البقع البنية الموجودة أو الكلف. الحليب البودرة هنا بيساعد على التفتيح بشكل كبير. بستخدم الوصفة بتاعتنا دي 3 مرات في الأسبوع، بحطها على الأماكن اللي أنا عايزة أفتحها أو أشيل البقع الدهنية منها. بستخدمها برضو للوجه، بتساعد بشكل خيالي جدا على شد البشرة وإزالة الكلف وإزالة البقع البنية وتفتيح البشرة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.